تعالى بقى اوريك هي فين اغلى دنشاة في مصر واللي سعرها 55 جنيه بقى. واتذهلت اول ما شفتها كده، ايه ده يا عم؟ دي كحكة وب55 جنيه. فهي بالفعل بالنسبة لي اغلى دنشاية في مصر. فقلت بقى دوقها كده يمكن تكون من كوكب تاني ولا حاجة. وبعد صلاة الفجر مباشرة بقى قلنا نجرب فطار ايجيبت كده يمشي معانا ولا ايه الدنيا. فقلنا نجيب ايس كوفي او اي حاجة كده او اي لاتيه او اي حاجة بالشوكولاتة. قلنا نجيب بقى دوبيلا كوكونات ميلك درينك ديت ونجربها، وسعرها كان 50 جنيه. ودوبيلا دي بقى عبارة عن حليب بالشوكولاتة وفي كده عجوز الهند، وديت مستوردة ومن اندونيسيا. بس يا عم غالي مش هجيبها تاني. وهنا بقى كانت المفاجأة لما طلعت ريسيد من جيبي لما روحت لقيت بقى ان دنش الفواكه سعره 30 جنيه. طب هي اللخبطة هنا كانت فين؟ اللخبطة هنا يا باشا كانت في الازازة ديت اللي هي من شركة مترا ديت، وان انا كنت ماسكها والراجل ضربها ففكرني خدتها وانا برضو ما خدتهاش. فهي كان في لبس في الموضوع. وبما ان المكان ده جنبي شوية فقلت بقى اروح له تاني كده عشان اخدها بصراحة. ولما رجعت بقى قلت اصور لكم المنتجات عشان عجبتني الازازه ام 50 جنيه اللي هي من شركه دوبيلا دي، كانت ممتازه جدا. بس انا بصراحه اما اشتريتها مره مش هقدر اشتريها تاني بصراحه، مش قد امكانياتي. فانا قلت كده اجربها التجربه قدامكم كده واوريها لكم. بعد كده بقى جربت بقى الازازه الجميله ديت اللي ببذور الريحان، وهي كفايده فهي فوائدها كتير قوي مكتوب عليها، وهي مستورده برده وسعرها 25 جنيه. لكن انا شايف ان سعرها غالي شويه. واحلى حاجه فيها انت لما تشربها بتلاقي بذور الريحان كده بتزاف لك كده في بقك وبتجري عليها. انت بتقعد تفضل تنقي عليها بسنانك وتدوس عليها. دي احلى حاجه فيها، تحس ان انت بتلعب مع بذور الريحان. شكل المكان زي ما حضراتكم شايفين كده مرتب وانيق وحاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. احلى حاجه في المكان انه ما فيهوش ولا ترابيه واحده، انت تبقى قاعد بقى متمتع بصراحه. والمزيكا بقى شغاله والتكييفات، فهي قاعده كده على الرايق. فهي الحاجات جوه بتبقى غاليه شويه لان اكتريتها مستورده، حتى الحاجات المصري بتبقى عاليه شويه عشان القعده بتاعته. طبعا اكتريه الاماكن دي بتبقى في البنزيمات بتاعت شيل اوت، وان شاء الله اوريكم المكان في اخر الفيديو. عندهم الكرواسون بقى شكله جميل جدا كده، بس انا بصراحه كانت طالبه معايا دنش فكانت عجباني الحته دي اصلا من المره اللي فاتت. ما انا كنت عايز اجربها بس هو بقى اداني الفواكه، حظي كانت في الحته الفواكه. وقال لي التورته دي بقى سعرها 250 بس عليها عرض عامله 180 جنيه. وكمان السندوتشات ديت الخمسه ديت ب 80 جنيه. ولو تاخدوا الاتنين بقى 10 سندوتشات كل واحده فيها 5 هتبقى سعرها 150 جنيه. والرجاله كانت مقابلتهم جميله جدا، بالذات مدير الفرع كان استقباله جميل جدا والناس محترمه واخر شياكه وحاجه جميله جدا. اتبسطت جدا جدا. وبما ان رجعت تاني المكان ولسه الدنشايه موجوده في التلاجة قلت والله ما انا حللها بقى اخدها واكلها عشان كان عيني فيها، عشان انا من عشاق البلو بيري بصراحه. والدنش عندهم كان طعمه جميل جدا. والمكان الهادي الجميل دوت اسمه ماستر اون ذا جو في الرشاح كده، وانت داخل على الرشاح وبعد كوبري مستورد، وهو في بنزيمة شيل اوت. والمكان زي ما حضراتكم شايفين كده، والمكان هادي وجميل. يا رب تروحوا تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم.